طبعا العملية في السن الصغير أفضل وأريح وأبسط بكتير من العملية في السن الكبير. لا 99% من التهاب اللوز هو عبارة عن عدوى، سواء عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية. وفي يعني كلام منتشر بيقول إن هو اللوز لو اتشالت الطفل بيتعب أكتر. هبد ولا بجد؟ ده هبد طبعا. هبد. سينا أي طفل عنده اختناق في أثناء النوم ده لازم يعمل عملية اللوز واللحمية، لأن اختناق أثناء النوم ده بيهدد حياته. كل مرة بينام فيها ويحصل اختناق أثناء النوم نتيجة تضخم، مش التهاب كمان بس، الحالة دي بيبقى معاها تضخم للوستين واللحمية. تمام. ومعاه شخير متكرر، ده محتاج انه يعمل ايه؟ ده لازم يعمل اللوز واللحمية. تمام. طيب دكتور احمد، في برضه من الكلام المشهور جدا، ابني رجله بتوجعه، لازم اعمل له عملية اللوز. هبد ولا بجد؟ دي من اعظم الهبدات ومن اكتر الهبدات. يعني حضرتك بتشخص بيه ايه؟ يعني مثلا لما تلاقيه عالي يعني معناه ايه؟ العلماء حطوه ضمن المعايير، احد المعايير الصغيرة اللي هو لما بيلاقي عنده الطفل عنده تورم في المفاصل مع وجود الاجسام المضادة دي باعلى من 600 اعلى من 600 انه ممكن يستند ليه كاحد المعايير مع وجود مشاكل في القلب انه يشخص الحمى الروماتيزميه. هو اللي بيشخص. احنا من شويه حضرتك قلت ان من اكبر الدواعي لعمليه اللوز واللحميه هي الاختناق اثناء النوم. طيب هو كل ما بنشيل اللوز بنشيل معاه اللحميه ولا مش شرط؟ في بعض الاحيان بنشوف الناس اللي هم متعلمين بزياده قوي، عندهم قدر كبير من المعلومات، بيبقى المعلومات دي بقى مغلوطه زي حضرتك سالت بقى. غير جوجل. غير جوجل. اللوز ليها فايده ما نشيلهاش. وعمليه اللوز لان هو لو دخل وقال ايه فايده اللوز ليها فايده، هيطلع له فوائد كتير. يعني لها فوائد كتير، يبقى ما نشيلهاش. طب لكن لو سال السؤال بشكل مختلف، انا ابني بتجيله اللوز متكرره كل شهرين مثلا، كل شهرين ده يعني ايه 6 مرات في السنه. هي جوجل نفسه هيرد عليه ويقول له ده محتاج عمليه. فهو بس هو سال السؤال بطريقه ايه. ودي بقى من الهبدات. والطبيب عشان ما يقعدش بقى يشرح كل الكلام ده، هنعمل اللوز بالليزر، هنعملها بالليزر، وهو يقصد بالليزر مين؟ الكي. ابني بتجيله اللوز بشكل متكرر، بس انا خايف اعمل العمليه. ما تقلقيش، حاولي تختاري الطبيب الامين اللي يقدر يتاكد ان ابنك عنده التهاب متكرر في اللوز، اللي يقدر يشخص التهاب اللوز بشكل مظبوط عند الطفل. توكلي على الله، استعيني بالله، ربنا الحفيظ زي حضرتك ما ذكرت. خوفك على ابنك مش هيفيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست طريق العافية. وزي ما عودناكم في بودكاست طريق العافية إن احنا معانا أطباء في جميع التخصصات، مش بس بيكلمونا عن الأمراض وأعراض الأمراض، وإنما بيرسموا لنا طريق العافية في خطوات. والنهاردة إن شاء الله في طريق العافية عايزين نرسم مع بعض طريق العافية لأهم حاجة عندنا، أولادنا. كل أم النهاردة عندها مشكلة كبيرة جدا جدا بتحصل لها مع أولادها ومتكررة، ألا وهي مشكلة اللوز واللحمية. وعشان نتكلم عن اللوز واللحمية كان لازم يبقى معانا خبير في التخصص ده، لأن اللغط فيه كتير جدا. والخبير النهاردة مش خبير بس في المادة العلمية بس، وإنما في المهارة بتاعة العمليات. لازم يكون معانا حد شاف عمليات كتير وشاف حالات كتير جدا عشان نعرف نستخرج منه أفضل ما يكون في موضوع اللوز واللحمية. وعشان كده احنا معانا النهاردة الأستاذ الدكتور أحمد حلمي عيد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومدرس الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك يا شيخ مدحت، ازي صحتك؟ الله يحفظك. دكتور أحمد، أول حاجة بقى معانا طبيعي جدا نبدأ بيها، يعني ايه لوز؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللوز او اللوستين بمعنى صح، ده عبارة عن نسيج لمفاوي ربنا جعله في الجانبي الحلق عشان يتعامل مع اي ميكروبات داخل الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي، ويتعامل معاهم بشكل معين. تمام. طب احنا دلوقتي لما بنشيل اللوز
عادي الميكروبات بقى بتخش عادي ولا ايه؟ تمام، سؤال مهم. هل اللوستين هم النسيج الليمفاوي الوحيد اللي موجود في مجرى او في مدخل الجهاز الهواء او مدخل الجهاز التنفسي؟ لا، ربنا جعل حلقة كده من النسيج الليمفاوي بتتسمى عندنا حلقة فالداير، او بالانجليزي فالدايرز رينج. الحلقة دي متكونة من اللوستين ثم اللحمية واللوز اللسانية، موجودة في آخر منبت أو آخر جزء في اللسان، واللوز أو النسيج الليمفاوي حوالين قناة ستاكيوس. فلو احنا شلنا اللوستين نتيجة التهاب متكرر، بيظل النسيج الليمفاوي اللي موجود في باقي حلقة فالداير مسؤول عن القيام بالجزء المناعي في مدخل ممر الهواء أو مدخل ممر الجهاز الهضمي. يبقى كده اللوز ملهاش لازمة؟ لا، ليها لازمة طبعا. ما احنا كده لو شلناها في حد هيقوم بالدور بقى بتاعها. ما هو عشان كده مش هنشيلها لكل الناس، لكن هنشيلها لناس معينة. بس هي وجودها أهم. وجودها مهم، ومفيش حاجة ربنا خلقها مش مهمة. تمام. بس هل لو التهبت أكتر من اللازم، في الحالة دي أصبحت فقدت أهميتها وأصبحت جزء ضار مش جزء مهم. يعني أنا بقول للناس كده اللي يقعد يسألني السؤال ده، طب ليه يا دكتور هي مهمة ما نشيلهاش؟ طيب ما المرارة مهم، بس احنا في بعض الأحيان ناس محتاجين نشيل المرارة نتيجة التهاب متكرر. تمام. ازاي ده جزء من الجهاز الهضمي، بس في بعض الأحيان محتاجين نشيل ازاي ده لو حصل فيها التهاب متكرر، وهكذا. طيب يعني ناخد بقى من الحتة دي، التهاب بقى اللوستين شيء طبيعي ولا خطر؟ يعني برضو الالتهاب ده ممكن يؤدي إلى إيه؟ التهاب اللوستين قد يكون شيء طبيعي جدا في الأطفال، وعشان كده احنا في الأطفال جدا شيء طبيعي، نتيجة ان هم بيتعرضوا لأنواع كتيرة من البكتيريا والفيروسات، بيتعرضوا لأماكن هم بيتواصلوا فيهم مع بعضهم زي الحضانات والمدارس، فطبيعي ان هم يحصل بيهم انتقال للعدوى بالفيروسات والبكتيريا المختلفة، فيحصل التهاب في اللوستين. بس احنا يعني العلماء قسموا ان في عدد مسموح به لالتهاب اللوستين، اكتر من كده ده يبقى امر مش طبيعي. فلو عدينا اكتر من 4 مرات في السنة في المتوسط، ده بيبقى امر اكتر من اللازم. 4 مرات بشكل موجود فيه ارتفاع جامد في درجة الحرارة، صعوبة في البلع، وجود غدد لمفاوية في الحلق في الرقبة مصاحبة للالتهاب، دي كلها علامات التهاب اللوز الصديدية. قد يكون أكتر من 4 مرات، ده شيء أكتر من اللازم. لو هو متكرر كل سنة بالشكل ده يستلزم إجراء عملية اللوز. طيب 4 مرات دول بقى هل بملاحظة الأم ولا بتشخيص الطبيب؟ تمام، ده سؤال مهم. وهل 4 ديت ده رقم ثابت ولا متغير؟ أكتر من 4 مرات ده متغير من أطباء لأطباء، متغير من حاجات استرشادية. يعني الحاجات الاسترشادية طالعة في اليو كي في إنجلترا غير الحاجات الاسترشادية اللي طالعة في أمريكا، غير في دول تانية. يعني في الكتب العلمية الكبيرة في جملة كده مشهورة وبعض دكاترة الأطفال بيتنقلوها، إن هي لو أكتر من 7 مرات، بس الجملة ما وقفتش عند كده، أكتر من 7 مرات في عام واحد، في عام سنة واحد، لكن أكتر من 8 مرات في عامين متتاليين، أو أكتر من 9 مرات في 3 أعوام متتالية. فأنا لو خدت على أكتر من 9 مرات في 3 أعوام متتالية، معناه كده إن أكتر من 3 مرات. لو خدت أكتر من عامين من 8 مرات في عامين متتاليين، يبقى أكتر من 4 مرات. لكن لأن معظم الأطفال بيبقى الالتهاب موجود كل سنة، فمش هننتظر إنه يكون 7 مرات. فخدنا موضوع الإيه؟ 8 في سنتين. جه التهاب للطفل، التهاب اللوز ومتكرر، والأم اتأخرت في عمل العملية بتاعت اللوز دي، إيه اللي ممكن يحصل؟ في بعض الأحيان، في معظم الأحيان مش هيحصل أكتر من هو هيظل العضو الملتهب ده يلتهب أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. تمام. يعني أنا ابني بيلتهب مثلا عنده اللوز 4 مرات في السنة، وأنا ما عملتلوش العملية. السنة الجاية هيبقى 4 أو 5، السنة اللي بعديها 4 أو 5، وكل مرة بتصاحبه باستخدام مضادات حيوية، استخدام خوافض للحرارة بشكل مفرط، استخدام أدوية تانية. كل الأدوية دي قد تأثر على بعض أجزاء الجسم وأشهرها الكلى، لأن استخدام خوافض الحرارة والمسكنات ده ممكن يأثر على الكلى على المدى البعيد. تمام. طيب هل التهاب اللوز لازم يجي بعدوى ولا ممكن يكون في أسباب تانية غير العدوى؟ أرجع للسؤال اللي فات، طب هل اللوز ممكن تعمل مضاعفات ولا لا؟ ممكن تعمل مضاعفات.
بس نسبه حدوث المضاعفات قد ايه في البشر؟ نسبه حدوث المضاعفات تتراوح من 1 ل 2%. فما جيش الاقي دكتور او حد من الناس يقول لك ايه، انا خايف من حدوث مضاعفات في القلب، خايف حدوث مضاعفات في المفاصل، خايف حدوث مضاعفات في الكلى. الحاجات دي متسجله طبيا ومتسجله صحيا، بس نسبه حدوثها قد ايه؟ ضعيفه جدا، من 1 ل 2% من البشر، فممكن ما تحصلش. لكن اللي هيحصل لو الطفل ما عملش عمليه اللوز نتيجه وهو عنده التهاب متكرر، انه هيظل الالتهاب المتكرر. ده بيخلينا مثلا لما نوصل لسن ال 30 40 نلاقي حد كبير جدا في السن او كبير في السن وبيظل التهاب اللوز ده متكرر، ويجي يطلب مننا احنا كاطباء انه محتاج يعمل عمليه في سن كبير. ليه ما عملهاش في سن صغير؟ عشان خوف الاب والام ان هم يعملوا العمليه في ايه، في سن صغير. طبعا العمليه في السن الصغير افضل واريح وابسط بكتير من العمليه في السن الكبير. طيب قبل ما نخش على موضوع العمليه، عشان يعني لسه جايه معانا ان شاء الله، يعني نرجع تاني بقى للسؤال بتاع هل الالتهاب بتاع اللوز بيجي دايما بعدوى ولا ممكن يكون في حاجه تانية غير العدوى؟ لا 99% من التهاب اللوز هو عباره عن عدوى، سواء عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه. ايه الفرق اصلا بين البكتيريا والفيروسيه؟ البكتيريا والفيروس هم نوعين من الميكروبات اللي ممكن تصيب الحلق. العدوى الفيروسيه دايما يعني او غالبا مصاحبه بارتفاع طفيف في درجه الحراره، وبيبقى معاها صعوبه في البلع طفيفه، وبيبقى معاها اعراض من العدوى الفيروسيه زي رشح في الانف وسيلان، ممكن معاها احمرار في العين وحرقان في العين. فده بيأكد لي ان هو، وممكن معاه بعض الاوقات طفح جلدي، فده يدل ان ايه، ان ده عدوى فيروسيه. العدوى البكتيريه لا، بيبقى ارتفاع درجه الحراره عالي جدا، قد تصل ل 40 درجه الحراره ل 40 درجه سلسيوس او 39.5. تمام. مصاحبه بصعوبه جامده في البلع، مصاحبه بوجود غدد لمفاويه في الرقبه. دي اكتر الحاجات. طبعا احنا كدكاتره لما نيجي نفحص الحلق نفسه بنقدر نميز هل دي عدوى فيروسيه ولا عدوى بكتيريه. بس برضه يعني احنا بنأكد على كل ان هي لو حصل معاها الاعراض الاحسن ان هي تتوجه لطبيب الانف والاذن وهو اللي يشخص الحاله. طبعا يعني التوجه للطبيب الانف والاذن ده بيخليه يوضح، يشخص الحاله ويشخص ايه الحاجات المصاحبه للحاله. في بعض احيان الالتهاب اللوز او وجود التهاب متكرر اللوز معاه التضخم في اللحميه، فده الدكتور الانف والاذن سواء معاه التهاب متكرر في الاذن الوسطى او وجود ما نسميه ارتشاح مياه خلف طبله الاذن. دي كلها حاجات هيعرفها طبيب الانف والاذن. تمام. يبقى كده احنا بنوجه رساله لكل ان هي لو في اي حاجه من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها في اللوز بتروح لطبيب الانف والاذن. طب في ناس ممكن تروح لطبيب اطفال؟ طبيب الاطفال الشاطر قادر ان هو يعالج التهاب الاوستين بشكل كويس جدا، وقادر ان هو يشوف المضاعفات، ولو في مضاعفات تتعدى قدرته على وصف العلاج الطبي ومحتاج ان هو تدخل جراحي، في الحاله دي بيحولها لدكتور الانف والاذن. طيب هنخش بقى في حته العلاج الطبي دي. المضاد الحيوي دايما هو الحل؟ ما احنا قلنا احنا عندنا نوعين من الالتهابات، هل التهاب فيروسي ولا التهاب بكتيري. في الالتهاب الفيروسي غير مصاحب ارتفاع في درجه الحراره، غير حاجه بسيطه 38 ونص ورشح في الانف وزكام، ممكن نكتفي بخوافة حراره بشكل بسيط، حاجه لعلاج الزكام وعلاج الرشح الانف، وما نحتاجش ندي اي مضادات حيويه. الالتهاب البكتيري اللي فيه ارتفاع درجه حراره عاليه جدا 39 ونص و40، بنخاف من حدوث تشنجات حراريه عند الاطفال، وفي الحاله دي محتاجين ان احنا نبدا بمضاد حيوي عشان نهاجم البكتيريا ونحاول نسارع بانخفاض في درجه الحراره. طب سؤال مهم جدا، في كتير من الامهات بمجرد مثلا ما تحس باعراض اللوز او بتشوف ان هي اعراض اللوز بتدي مضاد حيوي من نفسها. ده تصرف غير صحيح، او افراط في استخدام المضادات الحيويه. يعني احنا زي ما كنا بنتكلم في يعني من شويه ان احنا عندنا عدوى فيروسيه مش محتاجه اساسا لاستخدام مضادات حيويه. تمام. وهل برضه بيفرق نوع المضاد الحيوي نفسه اللي بياخده الطفل في الحالات؟ طبعا احنا يعني دي حاجه بقى، يعني للاسف بقت كل واحد عنده مضاد حيوي في الثلاجه ممكن يستخدمه. أيوه. او اي حاجه عنده في البيت ممكن يستخدمها، او حد جارته او قريبه كان حد كاتب له مضاد حيوي فيروح اجيبه، فيحصل افراط في استخدام المضادات الحيويه لدرجه احنا حاجه خايفين منها في المستقبل هي مقاومه المضاد الحيوي او مقاومه البكتيريا لمضاد الحيوي نتيجه الافراط في استخدام المضادات الحيويه او استخدام مضاد حيوي غير مناسب لنوع البكتيريا. اي مكان ملتهب في الجسم
العلماء حطوا له زي دلائل استرشاديه كده لاستخدام المضادات الحيويه. فانا بقى عارف في حاله التهاب الحلق او التهاب اللوستيني هستخدم ايه المضادات الحيويه اللي انا ممكن استخدمها من اول 1 2 3 4. دي دلائل استرشاديه. التهاب مثلا مجرى البول ليه دلائل استرشاديه 1 2 3 4. الحالتين مثلا لو في حد حامل الامر بيختلف، فالاطباء هم اللي عندهم القدره بين التمييز والتفرقه بين الايه، بين المضادات الحيويه او استخدامها. تمام. والامر الثاني المضاعفات. يعني انا في اوقات استخدم مضاد حيوي في طفل صغير ما ينفعش استخدمه في شخص كبير، او مضاد حيوي في شخص كبير اولد ايج في كبير ما ينفعش استخدمه في طفل صغير، وهكذا. وحد عنده مشاكل في الكبد هستخدم له النوع الفلاني، حد عنده مشاكل في الكلى هستخدم له النوع الفلاني. فهو ده بقى التمييز او دور الطبيب في الايه، في اختيار المضاد الحيوي المناسب لنوع البكتيريا ونوع المرض والحالة الصحية للمريض. تمام. دي نقطة مهمة جدا جدا، ورسالة لكل مهمة جدا. بلاش هبد وارجعوا للدكاترة. طيب بمناسبة هبد ولا بجد بقى، هناخد يعني عايزين نقول هبد ولا بجد. فلو في هبدة او في يعني كلام منتشر بيقول ان هو اللوز لو اتشالت الطفل بيتعب اكتر، هبد ولا بجد؟ ده هبد طبعا. هبد. يعني احنا قلنا ان في دواعي علمية لاستئصال اللوستين. تمام. عند وجود الدواعي العلمية لاستئصال اللوستين في الحالة دي مفيش اي ضرر هيقع على الشخص ده. تمام. لكن لو مفيش اي دواعي علمية لاستئصال اللوستين الافضل انها ما تتشالش. لكن تمام. مفيش حاجة اسمها لو الطفل شال اللوستين الطفل هيتحب، ده مش موجود اطلاقا. تمام. طيب في برضو كلام تاني بيقول ان انا اللوز بتيجي بسبب ان الولد او البنت نايمين تحت المروحة او في التكييف، زي ما كنا بنقول في كورونا. هبد ولا بجد؟ ده هبد طبعا. هبد جدا. زي ما كنا بنقول في كورونا او عدوى كورونا ان الدور البرد اللي موجود ده بسبب المروحه والتكييف. ايوه. مفيش حاجه اسمها التهاب بكتيري او التهاب فيروسي سببه المروحه والتكييف، ده عدوى متنقله. فالعدوى انتقلت لشخص او الشخص ده ملوش علاقه بالعدوى بالمروحه او التكييف. تمام. طيب كلام برضه منتشر، العملية بتتعمل لأي طفل وخلاص، هبد ولا بجد؟ هبد، وقد يكون في نوع من الجد. يعني بنلاحظ في بعض الأحيان في إفراط في عمليات اللوز. تمام. وفي بعض الأحيان بيبقى فيه يعني إن إحنا ده برضو بيخلي الناس تاخد فكرة خطأ إن إحنا ما نعملش عملية اللوز والدكاترة عايزين يعملوها وخلاص. ففي الحالة دي لا، العملية ما بتتعملش لأي طفل وخلاص، بتتعمل للطفل اللي هو فيه دواعي أو دواعي صحية أو دواعي طبية أكيدة محتاج يعيش عشان هيعمل عملية اللوز. تمام. هي بقى الدواعي الطبية ديت زي ما قلنا من شوية اللي هو يكون بتجيله متكررة من 4 ل5 أكتر من 4 مرات في السنة، دي إحدى الدواعي الطبية. وعشان كده الدواعي الطبية كتيرة قوي أو متعددة. أولهم وأكثرهم ضرورة لإجراء عملية اللوستين واللحمية هي حدوث اختناق أثناء النوم. حدوث اختناق أثناء النوم. وده بنسميه الابسوليوت انديكيشن اوف تونسيليتومي، يعني الضرورة المطلقة اللي عشانها أعمل عملية اللوستين واللحمية. حسينا بأي طفل عنده اختناق في أثناء النوم ده لازم يعمل عملية اللوز واللحمية، لأن اختناق أثناء النوم ده بيهدد حياته. كل مرة بينام فيها ويحصل اختناق أثناء النوم نتيجة تضخم، مش التهاب كمان بس، في الحالة دي بيبقى معاها تضخم للوستين واللحمية. تمام. ومعاه شخير متكرر، ده محتاج انه يعمل ايه؟ ده لازم يعمل اللوز واللحمية. تمام. لانه برضه حتى لو ما وصلش ان هو يهدد حياته في بعض الاحيان ممكن يؤدي للوفاة. لو ما وصلش لكده ممكن يعمل معاه ضعف في الذاكرة، ضعف في قوة الادراك الكوجنيتيف فانكشن، تبول لا ارادي، ان هو يجي الصبح اثناء اليوم الدراسي او اثناء اليوم بيبقى عاوز ينام كتير وينعس كتير، بنسميها ديت تايم سليبنس، بيقعد ينام اثناء النوم. كل الحاجات دي بسبب ان هو مش عارف ينام كويس اثناء الايه، عشان الاختناق اللي بيحصل وبيقوم. هو بيختنق، نفسه بيتوقف ويروح قايم عشان ياخد نفسه، نفسه توقف ويقوم عشان ياخد نفسه. تمام. اللي هي سليب ابنيا، توقف النفس اثناء النوم. ده من اهم الحالات اللي عايز تعمل عمليه لوز. اول سبب مطلق
لاستئصال اللوستين واللحميه. بعد كده تيجي بقى الاسباب اللي ممكن الاهل لو يعني يبقى هم في الخيار يعملوا او ما يعملوش. زي ايه؟ زي الالتهاب المتكرر. انا ممكن تيجي لي ام تقول لي يا دكتور انا ده ابني الوحيد ومش هسمح او مش هقبل ان انا ادخله عمليات بنفسي، فانا خلاص مش هعمل عمليه اللوز. خلاص يا فندم مش هنعمل عمليه اللوز، بس نحاول نتجنب ان هو يجي له التهاب لوز متكرر. ولو حصل التهاب لوز متكرر او حصل التهاب في اللوز نبدا العلاج السليم بعد العرض على مين؟ على طبيب الانف والاذن. تمام. يبقى ده الالتهاب المتكرر. تاني حاجه وجود حدوث تشنجات حراريه بعد كل التهاب متكرر. فانا لو يسخن بعد حد ما يوصل لان هو يحصل تشنج. فلو هو بيحصل التهابات متكرره في السنه ومع كل التهاب بيحصل تشنجات حراريه، فانا عشان اتجنب التشنجات الحراريه امنع الالتهاب المتكرر. فمحتاج ان انا اعمل ايه؟ استئصال اللوستين. رقم تالت حاجه ممكن ان هو لو حدوث خراج على اللوزه. في حاجه عندنا اسمها خراج بجانب اللوزه او خراج على اللوزه. لو حصل خراج على اللوزه والخراج ده بيتكرر، ده داعي طبي ان انا استأصل اللوستين. بس بيتشاف ازاي الخراج ده؟ لا ده طبيب الانف والاذن مشهور عنده جدا، ليه كرايتيريا كده معينه هو يقدر من خلالها يحدد ايه في خراج ولا مش خراج. والخراج غير الصديد بيبقى موجود في الفتحات اللوستين. ده حاجه موجوده مع معظم العدوى البكتيريه. تمام. لكن غير الخراج ده ليه كرايتيريا معينه ومواصفات معينه طبيب الانف والاذن بيقدر يعرف ده خراج ولا مفيش خراج. وفي قاعده عندنا وانس بيريتونسيلر ابسس، يعني مره واحده خراج بجانب اللوزه يستدعي ايه؟ الاستئصال اللوستين. تمام. طيب دكتور احمد، في برضه من الكلام المشهور جدا، ابني رجله بتوجعه، لازم اعمل له عمليه اللوز، هبد ولا بجد؟ دي من اعظم الهبدات ومن اكتر الهبدات. انا كان لسه حد عندي يعني من قريب فبيقول لي الجمله ديت، قلت له حضرتك حصرت وجع المفاصل او وجع الرجلين في الاطفال عند مرض واحد بس اللي هو التهاب اللوستين، فبقى عندي قاعده مسلمه التهاب او وجع مفاصل يساوي مين؟ استئصال اللوز. كأن في قاعده كده مسلمه او في معادله، التهاب الم مفاصل يساوي ايه؟ ودي موجوده في يعني عند قاعده كبيره من العوام. طب ليه؟ طب ازاي؟ هو في امراض كتيره مسؤوله عن الم المفاصل عند مين؟ عند الاطفال. مش هي بس التهاب اللوستين. اي الم في المفاصل يبقى لوز. نهائيا اشهرهم حاجه اسمها الم النمو، ودي بتحصل في الاطفال ان العظام لما تستطيل او تنمو بيبقى معاها الم النمو. الم في النمو بيحصل اكتر والطفل وهو نايم. طب ايه سبب الهبده ان هي انتشرت كده يعني؟ الهبده جايه من ان كان في مرض مشهور جدا اسمه الحمى الروماتيزميه. تمام. الحمى الروماتيزميه ديت بتحصل كمضاعفات من التهاب اللوز المتكرر. فبعض الناس اعتقدت ان كل واحد عنده وجع في المفاصل حصل له الحمى الروماتيزميه. لا طبعا ده مش موجود برضو. عشان اشخص حمى روماتيزميه ليها معايير معينه، والمعايير المعينه دي مكونه من كذا نقطه، من ضمنهم الم المفاصل. والم المفاصل ده لازم يعقب التهاب اللوز، ما يجيش لوحده. تمام. فلو في الم مفاصل لوحده ملهوش علاقه بالتهاب اللوز ما يخافش ان الطفل عنده حمى روماتيزميه. وبالاضافه بقى ان الحمى الروماتيزميه زي ما قلنا في المقدمه ان هي كنسبه مضاعفات بين البشر 1%. فانا لما يجي لي ناس يعني اطفال عاديه خالص وعندهم الم مفاصل وما عندوش التهاب متكرر في اللوز، غالبا مش هيكون عنده اي خوف من ان هو يجي له حمى روماتيزميه. تمام. طيب دكتور احمد، كده يعني مش كل حد بيجي له اللوز يعني ان هو بعدها بيجي له حمى روماتيزميه؟ بالظبط. او الاعراض عادي اللي عنده بقى من السخونه او من اللي بيحصل له اثناء يعني التهاب اللوز ده مش حمى روماتيزميه. الدراسات العلميه بتقول ان نسبه حدوث الحمى الروماتيزميه بين البشر اللي كلهم بيجي لهم لوز هي 1%، من 1 ل 2%. يعني انا لو عندي 100 طفل نسبه حدوث الحمى الروماتيزميه وسطهم هي 1%، فدي حاجه ما تخوفنيش. تمام. لكن انا لو لاحظت معايير معينه عند طفل جاله التهاب باللوز، بعد التهاب اللوز حصل الاجسام المضاده ذات عنده وبدا يحصل الم في المفاصل او سخونه وتورم في المفاصل، في الحاله دي اخاف ان الطفل ده يكون حصل عنده حمى روماتيزميه، اللي هو ممكن يكون هو داخل في نسبه 1%. في الحاله دي انا كطبيب بعرضه على طبيب القلب عشان يعمل له ايكو على القلب او موجات صوتيه على القلب ويشوف هل القلب بتاعه فيه مشكله ولا لا. لو لقينا ان القلب فيه مشكله معينه
مع وجود ألم في المفاصل أو سخونة واحمرار وتورم في المفصل، مع ارتفاع في درجة الحرارة، مع زيادة ما يسمى معامل الميكروب السبحي. العوامل دي مع بعضها أو المعايير مع بعضها دي لما جمعها بشكل معين ممكن أشخص إن المريض ده عنده الحمى الروماتيزمية. وفي الحالة دي في بعض الأبحاث العلمية بتقول إنه يفضل إنه يعمل اللوز عشان نقلل من تكرار حدوث ما يسمى بالحمى الروماتيزمية. طيب أنا كان معايا برضو جملة تانية مشهورة حضرتك برضو ممكن تكون أشرت ليها في وسط الكلام، فعايزين نقيمها برضو، اللي هو الميكروب السبحي عالي، والدكتور قال لي ان انا لو ما عملتش عمليه اللوز هتاثر على القلب. دي من الهبدات، من الهبدات المشهوره جدا. تمام. انا مش عارف هي الطبيب بيقول الكلام ده عشان هو بيتعامل مع فئه مثلا معينه مش قادر يوصل لها المعلومه الطبيه بشكل صحيح، ولا بيقول الكلام ده ناتج عن نقص في المعلومه الطبيه. انا مش قادر احدد. تمام. بس اعتقد يعني مفيش نقص في المعلومه الطبيه قد ما هو مش قادر يوصل المعلومه الطبيه للعوام بشكل صح، يبسط المعلومه فبيوصلهم بالطريقه دي. فاحنا اللي بيتحلل للاطفال او لمعظم الناس في الموضوع ده حاجه اسمها ASOT. تمام. ASOT وده مش ميكروب سبحي خالص. ده مش ميكروب سبحي، ده ما يسمى معامل الميكروب السبحي او ما يسمى الاجسام المضاده ضد انزيم معين بتفرزه الميكروب السبحي. فانا لما بقيس نسبه ASOT في الدم انا مش بقيس نسبه الميكروب، ده انا بقيس نسبه الاجسام المضاده ضد انزيم بيفرزه الميكروب. فدي عباره عن اجسام مضاده قد تكون موجوده في الدم من شهور متعدده، قد تصل الى 6 شهور. يعني اصابه واحده من 6 شهور ممكن تزود الاجسام المضاده وتطلع تبان في التحليل وتبان في التحليل. فوجودها في الشخص او وجودها في الطفل هي مش مرض في حد ذاته، دي جزء من المناعه. يعني كده يا دكتور احمد التحليل ده بقى مؤشر على ايه؟ التحليل ده زي ما قلنا من التعريف بتاعه هو مؤشر على وجود اجسام مضاده ضد انزيم بيفرزه الميكروب السبحي. تمام. مش مؤشر على وجود اي مرض عند الطفل. يعني حضرتك بتشخص بيه ايه؟ يعني مثلا لما تلاقيه عالي يعني معناه ايه؟ العلماء حطوه ضمن المعايير. احد المعايير الصغيره اللي هو لما بيلاقي عنده الطفل عنده تورم في المفاصل مع وجود الاجسام المضاده دي باعلى من 600 اعلى من 600 انه ممكن يستند ليه كاحد المعايير مع وجود مشاكل في القلب انه يشخص الحمى الروماتيزميه. هو اللي بيشخص الحمى الروماتيزميه دي دكتور روماتيزم والمناعه ولا دكتور روماتيزم والمناعه مسؤول عنه يقيم التهاب المفاصل ويعرف التهاب المفاصل من مسؤول عنه التهاب الحمى الروماتيزميه ولا حاجه تاني. ومحتاجين دكتور القلب ان هو يفحص القلب بالموجات فوق الصوتيه اللي هو الايكو عشان يقول لي في مشاكل في القلب ولا لا. القلب هو يبقى كده الهبد ده صح. كان بيقول عشان ما تاثرش على القلب نعمل له عمليه اللوز عشان ما تاثرش على القلب. ما هو مش صح. عشان هي مش صح مطلقا. صح في 1% من الناس. 1% بس ممكن يعني مش لكل الناس. ما جيش اقول بقى كل طفل تعالى انت هتعمل لك اللوز عشان تاثر على قلبك، تعالى اعمل لك اللوز. لا ليه يا باشا؟ هو اساسا نرجع تاني ونقول ASOT ده عباره عن اجسام مضاده. تمام. الاجسام المضاده دي في 1% من الناس ممكن تروح تهاجم الاجسام بتاعه النسيج بتاع الجسم في بعض المناطق من ضمنها المفاصل والقلب، بس في نسبه 1% من الناس. لكن مش هتهاجم مين؟ كل البشر. يعني دول الناس اللي هم عندهم قابليه للموضوع ده. تمام. اللي هم عندهم مرض مناعي نتيجه وجود الاجسام المضاده ديت بتهاجم جسمهم نفسهم. تمام. بس طيب احنا من شويه حضرتك قلت ان من اكبر الدواعي لعمليه اللوز واللحميه هي الاختناق اثناء النوم، وده بسبب اللحميه ممكن تكون متضخمه مع اللوز. فهنخش بقى على اللحميه عشان احنا ما اتكلمناش عن اللحميه وايه الفرق بين اصلا اللوز واللحميه. اللوز عباره عن نسيج لمفاوي واللحميه عباره عن نسيج لمفاوي. تمام. الاختلاف بينهم المكان بتاعهم. اللوستين موجودين على جانبي الحلق، اللحميه موجوده في الجدار الخلفي للبلعوم الانفي. في سقف البلعوم الانفي وفي الجدار الخلفي للبلعوم الانفي. تضخم اللحميه بيقفل الفتحه الخلفيه للانف. بيقفل الفتحه الخلفيه ليه؟ للانف. بيخلي الطفل عنده صعوبه في التنفس. يعني مشكله في النفس بقى مش عارف. دي اول نقطه. احنا قافلين اللحميه كبرت قفلت الفتحه الخلفيه للانف. حصل صعوبه في التنفس. تمام. حصل مشكله في الكلام.
ممكن تاثر على الكلام. ازيك يا استاذ مدحت عامل ايه؟ دي طريقه الكلام. الصوت نفسه فيه مشكله. في مشكله. الانف مقفوله. فالانف المقفوله ديت في بنسميه خنف مغلق حاصل في الصوت، فده بيأثر على صوت الطفل. تالت حاجه شخير بالليل، الانف مقفوله باللحميه في شخير بالليل. رابع حاجه وجود سيلان من الانف باستمرار، يعني السيلان الانف ده نتيجة ان المخاط مش عارف يرجع لجوه المخاط الطبيعي بسبب الانسداد. ثم التهاب متكرر، المخاط اللي عمال ينزل ويتجمع في الانف يحصل عليه نشوء بكتيريا، يحصل عليه التهاب متكرر. الحاجة الاخيرة ان هو ممكن التضخم اللحمية ديت يضغط على الجنبين على قناة ستاكيوس ويقفل القناة ستاكيوس، يؤدي الى حدوث مضاعفات في الاذن. يعني كده اللحمية ممكن تكون أخطر من اللوز أصلا. أنا ده رأيي. رأيي إن اللحمية أخطر من الأذن، أخطر من الالتهاب اللوستين. اللحمية بتأثر على النفس بشكل مباشر، ممكن تسبب انقطاع في النفس، ممكن تسبب شخير متكرر، ممكن تتأثر على تكون الوجه عند الأطفال. لأن الطفل لو مش هيتنفس من مناخيره هيضطر يفتح بقه عشان يتنفس. وفي الحالة دي بسميه ماوس بريسر، يعني متنفس عن طريق الفم. ففتحة الفم فايه فتحة الفم واثناء التنفس بتخلي ان الاسنان الفك العلوي والفك السفلي ينمو بشكل غير متزامن. ده ينمو بشكل معين وده ينمو بشكل معين. ده بسبب ان النفس مش ماشي بالطريقه الطبيعيه. مش كلوزد ماوس، اوبن ماوس على طول. في اوبن ماوس فم مفتوح باستمرار. ده بيخلي ليه غير كده كمان حضرتك ذكرت من شويه ان هو بيأثر على ذاكره الطفل. لو الطفل ده النوم بتاعه فيه مشكله، في بعض مراكز المخ بيحصل فيها نمو وتطور اثناء النوم. فلو النوم فيه مشكله وفيه اضطراب في النوم، النمو المراكز دي بتاعه المخ اثناء النوم ما بيحصلش بشكل كويس. فالطفل مش هيبقى عنده التركيز الكويس والذاكره الكويسه والقوه الادراكيه الكويسه. طيب هو كل ما بنشيل اللوز بنشيل معاه اللحميه ولا مش شرط؟ غالبا في 99% ان انا لما اجي اعمل وجود التهاب مزمن في اللوستين يبقى معاه التهاب مزمن في اللحميه، بنسميه كرونيك ادينويدايتس. حتى لو ما فيش تضخم بقى معاه التهاب مزمن والتهاب متكرر في اللحميه، لان الاثنين نسيج لمفاوي وقريب قوي من بعض. فلما ده بيلتهب ده بيلتهب. فلما محتاجين نشيل اللوستين نتيجه الالتهاب المتكرر، بيبقى محتاجين نشيل اللحميه نتيجه الالتهاب المتكرر. بس بقى السؤال هنا، هل كل لو احتاجت اشيل اللحميه نتيجه التضخم اشيل اللوز؟ لا، مش محتاج. لان تضخم اللحميه انا داخل اشيله عشان تضخم اللحميه، فمحتاج ممكن اشيل اللحميه بس. لكن بسال الاب والام هل اللوز بتتكرر كتير؟ يقول لي لا ابدا يا دكتور، اللوز ما بيجلوش، ما بيحصلش سخونه، ما بيحصلش الم في الحلق، ما بيحصلش التهابات في الحلق، ما بحتاجش اوديه كل شويه عند الدكتور بسبب التهاب اللوز. بشيل اللحميه بس. طيب من المضاعفات زي ما حضرتك ذكرت كده التهاب الاذن الوسطى، يعني ايه اللي ممكن يحصل للطفل مثلا؟ يعني تضخم اللحميه يساوي ان يحصل ضغط على قناه ستاكيوس، يحصل عدم تهويه جيده للاذن الوسطى. ده ممكن يتسبب في حاجات كتيره، من ضمنها اشهرها التهاب الاذن الحاد عند الطفل. يحصل التهاب اذن حاد، الطفل يصرخ جدا بودنه بعد دور برد او بعد التهاب في الانف، يصرخ جدا بودنه. تمام، ده التهاب حاد. او التهاب مزمن بنسميه التهاب صديدي غير مزمن، او ارتشاح ميه خلف طبلة الاذن. ده بيحصل في الاطفال نتيجه وجود تضخم في اللحميه ونتيجه وجود ضغط مستمر على مدار شهور على قناه ستاكيوس، وفي الحاله دي ده بيأثر على سمع الاطفال. تمام. ليه الامهات بتخاف من عمليه اللوز؟ مش كل الامهات بتخاف من عمليه اللوز. احنا يعني في امهات واباء كتيره بيجونا ويبقوا خلاص عندهم قناعه ان هم يشيلوا اللوز واللحميه نتيجه الالتهاب المتكرر او نتيجه التضخم او نتيجه الشخير الموجود. بس بيظل برضو بنلاقي بعض الاباء وبعض الامهات اولادهم غاليين عليهم وغاليين عليهم بزياده ماشي، فبيبقى خايفين من العمليه كاجراء عمليه، مش كاجراء عمليه اللوز بالتحديد. في بعض الاحيان بنشوف الناس اللي هم متعلمين بزياده قوي، عندهم قدر كبير من المعلومات، بيبقى المعلومات دي بقى مغلوطه.
زي حضرتك ده سالت بقى غير جوجل. غير جوجل اللوز ليها فايده ما نشيلهاش، وعمليه اللوز لان هو لو دخل وقال ايه فايده اللوز ليها فايده، هيطلع له فوائد كتير، يعني ليها فوائد كتير، يبقى ما نشيلهاش. طب لكن لو سال السؤال بشكل مختلف، انا ابني بتجيله اللوز متكرره كل شهرين مثلا، كل شهرين ده يعني ايه 6 مرات في السنه. هي جوجل نفسه هيرد عليه ويقول له ده محتاج عمليه. فهو بس هو سال السؤال بطريقه ايه؟ هل اللوز ليها فايده؟ هيطلع له ان ليها فايده، يبقى متعلم ومثقف. العمليه نفسها بقى هل هي فعلا عمليه مخيفه؟ يعني لا الحمد اجراء لله العمليه نفسها العمليه بسيطه وسهله. الطفل اللي بيدخل المستشفى قبل العمليه بساعه وبيخرج بعد العمليه بساعه. في تقنيات حديثه دلوقتي بنستخدمها في اجراء عمليه اللوز، بتسهل جدا العمليه، بتخلي العمليه سهله عند الاطفال. المضاعفات نفسها قليله وقلت عن زمان بكتير. لو شرحت لنا طريقه العمليه كده عشان نطمن، يعني يبقى طريقه العمليه بشكل مبسط. احنا عندنا عندنا بنقسم الانواع بالطريقه جراحيه تقليديه بنستخدم فيها الشريان والمقص، ونمسك اللوزه ونقعد نقص الانسجه اللي حواليها ونسلك اللوزه خالص ونشيلها. تمام. بدات تحصل بقى حاجات حديثه بيستخدم فيها الحراره بدرجات مختلفه. من ضمن في اساليب فيها درجه حراره كويسه زي جهاز يسمى الكوبليشن، او درجات حراره اعلى زي الكي الترددي، او درجات حراره اقل مثلا في جهاز اسمه الكوانتم. كل درجات الحراره دي هدفها انها تفصل نسيج اللوز عن النسيج الطبيعي اللي هي العضلات، وبدون حدوث عشان يقلل من حدوث النزيف، وفي نفس الوقت يقلل من حدوث الالم. تمام. طبعا في هبده مشهوره جدا عند الناس دلوقتي يعني اسمها الليزر. انا هعمل العمليه بالليزر. هعمل عمليه بالليزر. اشهر ورقه علميه في الولايات المتحده الامريكيه بتقول ان لا داعي لاستخدام جهاز الليزر في عمليه اللوز، وان تكلفه استخدام جهاز الليزر في عمليه اللوز تمام اكبر بكتير من الفايده المحققه من خلاله. ولا يوجد فايده محققه من استخدام جهاز الليزر عن باقي الاجهزه اللي انا ذكرتها. فعشان كده ما بنستخدمش جهاز الليزر في عمليه اللوز. لان لو استخدمت جهاز الليزر في عمليه اللوز تكلفه العمليه هتبقى عاليه جدا 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 بدون اي فايده اضافيه. هل في حد فعلا بيعملها بالليزر؟ لا يوجد في مصر من يستخدم جهاز الليزر لعمليه اللوز. يعني دي لكن مش حد بقى يسال اصلا على ان انا عايز اعمل عمليه اللوز بالليزر دي. الناس بتقول على الليزر بقى، الليزر على مين؟ الكي. تقول الليزر على الكي. ودي بقى من الهبدات. والطبيب عشان ما يقعدش بقى يشرح كل الكلام ده هنعمل اللوز بالليزر، هنعملها بالليزر. وهو يقصد بالليزر مين؟ الكي او الكوبليشن، او اللي هي الاجهزه الحراريه اللي بتستخدم الحراره في تشريح الانسجه. طيب خطوره البنج في العمليه؟ سؤال جميل. وخطوره التخدير تظل خطوره التخدير موجوده في اي عمليه جراحيه. زي هو طريقه التخدير. احنا عندنا طرق التخدير في العمليات الجراحيه، لا اما نصفي بنج نصفي، لا اما بنج موضعي، او تخدير نصفي او تخدير كلي. التخدير في اللوز تخدير كلي. تمام. قد يكون بنستخدم بعض الادويه اللي ممكن تحصل بسببها مضاعفات، بس المضاعفات لا تتعدى 1% خالص نهائيا. وده يقدر الطبيب التخدير الماهر ان هو يتجنب المضاعفات ديت في بعض الاحيان، وان هو يسيطر على المضاعفات دي عند حدوثها. فالتخدير تطور كثيرا عن ازمنه ماضيه. تمام. وبقى طبيب التخدير بيستخدم ادويه افضل تقلل من المضاعفات. ربنا الحفيظ بقى سبحانه وتعالى. ربنا يحفظنا. طيب دكتور احمد، بعد العمليه بقى دلوقتي طفل او حتى لو كان كبير عمل العمليه، هل في ممنوعات عليه بعد العمليه او حاجات تخليه في سرعه للشفاء؟ طبعا زمان كنا نسمع ان الطفل يقعد 2-3 ما ياكلش غير دولسي وجيلاتي وحاجات طريه وزبادي. لا احنا دلوقتي موضوع ممكن ندخل بسبب الطرق الحديثه، بندخل الاكل بدري. يعني احنا بندخل الاكل بدري من نفس اليوم، بس اللي بنطلبه ان يبقى في جرح في الحلق، فنبعد عن الحاجات الناشفه. يبقى الطفل مطلوب منه حاجه واحده بس، يبعد عن النواشف. لكن اي اكل طري من اكل البيت الطبيعي يقدر ياكله من اول يوم. يعني زبادي، رز، كل انواع الاكل، بس طبعا مش سخن.
وحتى لو دافي مفيش منه مشكله. تمام. ايه الممنوع طيب؟ النواشف بس مفيش أي حاجه تانية غير ممنوعة؟ النواشف. لا مفيش حاجه. طب موضوع الدولسي بقى والحاجات الساقعه دي مش فعلا بتسرع الشفاء؟ زيها زي كمادات التلج لما يكون عند حد عنده التهاب في المفصل. كمادات التلج نفسها بتقلل من حدوث الالم او الاحساس بالالم. فانا لما ادي احط كمادات تلج عند اي جزء ملتهب، عضله او مفصل، الانسان بيحس براحه. ده اللي بيشجع العيال ان هي تعمل عمليه اللوز الدولسي. ما دي حاجه كويسه. حاجه كويسه. هو ياكل دولسي بشكل عادي بين الوجبات، تقلل من التهاب الحلق عنده، كانه بيعمل كمادات تلج على العضو يعني. طيب هل بعد العمليه في مضاعفات او مخاطر طويله الاجل مثلا او قصيره حتى؟ يعني ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى ربنا الحفيظ، المضاعفات يعني الطبيب بيقدر يتجنبها دلوقتي تماما، ونسبة حدوثها لا تتعدى 0.5%. طيب رسائل بقى سريعة للأمهات كده. في أم بتقول إن أنا وإحنا قلنا النقطة دي يعني، بس يعني زيادة رسالة تانية زيادة تأكيد. ابني بتجيله اللوز بشكل متكرر، بس أنا خايف أعمل العملية. ما تقلقيش. حاولي تختاري الطبيب الأمين اللي يقدر يتأكد إن ابنك عنده التهاب متكرر في اللوز، اللي يقدر يشخص التهاب اللوز بشكل مظبوط عند الطفل. توكلي على الله، استعيني بالله، ربنا الحفيظ زي حضرتك ما ذكرت. خوفك على ابنك مش هيفيده. انت بتحاولي كأم تختاري له طريقة العلاج الصحيحة، مش الخوف هو اللي يحمي ابنك. وتعب فترة بسيطة أحسن ما تعب العمر كله. بالظبط. تعب لحظة مثلا ولا ساعات. احنا في الأيام ديت بقينا نعمل سن كبير أكتر من قبل كده بكتير. يعني نلاقي سن 16 سنة وال18 سنة وال20 سنة زاد قوي، وال30 سنة بسبب التربية الحديثة. أنا خايف أعمل بقينا بنخاف زيادة عن اللزوم. زمان ما شاء الله اللهم بارك. وزي ما ذكرنا إن العملية في الأطفال أبسط وأسهل وأفضل بشكل كبير جدا بإذن الله عن العملية في الكبار. طيب أم تانية بقى بتقول لنا أنا رحت لكذا دكتور، وحد قال لي اعمل عملية، والتاني قال لي لا، ما انت مش محتاج عملية، ومش عارف اصدق مين. صدقي نفسك. هل الطفل بتجيله التهاب متكرر في اللوز اكتر من 4 مرات كل عام، كل مرة بيبقى معاه ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ما بتنزلش الا وياخد مضاد حيوي وياخد مسكنات كتيرة، في الحالة دي محتاجة تعملي عملية اللوز. الطفل ما عندوش التهاب متكرر، بس الطبيب قال لي ده ميكروب سبحي، ده هيأثر على المفاصل، ده هيحصل له مضاعفات في القلب، وما عندوش التهاب متكرر، ما تصدقيش الطبيب وما تعمليش عملية اللوز. تمام. اخر حاجة نختم بقى بيها الحلقة ان شاء الله، رسالة من القلب من دكتور احمد حلمي لكل الامهات اللي بيسمعوا. انا الرسالة اللي حابة اوجهها للامهات وللاطباء. للامهات، احنا عندنا معايير لا يختلف عليها الاطباء، اللي هو التهاب متكرر اكتر من 4 مرات او 5 مرات في العام. في الحالة ديت محتاجين نعمل عملية اللوز للطفل. في تضخم في اللحمية، عاملة توقف النفس اثناء النوم، عاملة شخير، عاملة الطفل بيتنفس اثناء الفم، محتاجين نعمل عملية اللحمية. نفس من الفم، بيتنفس من الفم مش من الانف، على طول بيفتح بقه عشان يتنفس. في الحالة دي محتاجين نعمل عملية اللحمية. قلنا ان معظم الاطفال اللي بيعملوا اللوز بيحتاجوا يعملوا اللحمية معاهم، لكن مش كل الاطفال اللي بيحتاجوا اللحمية محتاجين يعملوا اللوز. بنقول برضو للاطباء ان احنا نحاول نتيقن من وجود التهاب متكرر في اللوستين عند الطفل، عشان ده اهم داعي من دواعي ان احنا نعمل اللوستين واللحمية. ووجود اختناق للطفل اثناء النوم ده داعي طبي لاستئصال اللوستين واللحمية، بغض النظر عن سن المريض. يعني لو الطفل عنده سنة هيشيل اللوستين واللحمية. دي نقطة مهمة جدا. سنة دي ناس بتخاف جدا تدخل الطفل عملية. ما احنا قلنا ان النوم للطفل في السن ده ممكن تودي المشكلة اكبر. شيء مهم جدا ان هو ينام كويس، بيحصل له برين ديفلوبمنت كويس، تطور ونمو للمخ بشكل كويس. لو ما نامش كويس وحصل اختناق اثناء النوم، حياته نفسها بتهدد. حياته نفسها بتهدد. في بعض الابحاث العلمية وجدوا ارتفاع لضغط الشريان الرئوي pulmonary hypertension نتيجة حدوث اختناق لنفس اثناء النوم عند الأطفال. يعني ممكن تسبب مضاعفات في القلب. فلو وجود اختناق لنفس أثناء النوم بغض النظر
عن سن المريض. الطفل ده لازم يخش عمليه، محتاج يعمل اللحميه واللوز. ليه بقى؟ لان احنا في بعض الاحيان بنسمع من زمايلنا دكاتره الاطفال اصبروا لما الطفل يكمل 4 سنين، أيوة. اصبروا لما الطفل يكمل 5 سنين. لا، مفيش اي سن دلوقتي لان بالطرق الحديثه المهدد اصلا بيه مش هيستنى. حتى لو استنى والطفل، انا ممكن برضه انا كأب يقول لي ايه ده، انا ابني اديله سنه كده وايه وعايش كويس. ايوه، ممكن يفضل سنه ويفضل سنتين، وباذن الله ممكن باذن الله يكبر ويكمل، بس هيبقى في عنده معاناه ان هو بينامش كويس، بيجي ينام بالنهار بشكل متكرر، بيفتح بقه بشكل متكرر عشان يتنفس، مش قادر يلعب مع اصحابه بشكل سليم، النفس فيه نهجان. كل الحاجات دي لا، فمفيش سن معين للعمليه. تمام. وعندما وجدت الدواعي الطبيه السليمه نقدر نعمل العمليه بشكل امن ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور احمد، لقاء يعني جميل جدا، ان شاء الله يكون الامهات اللي سامعيننا النهارده او الاباء برضو، بس يعني الامهات هي دايما اللي بتبقى متوليه الامر ده، بس برضو في اباء كتير برضو بيتولوا يعني الكلام ده. كل ام وكل اب النهارده سمعنا، او كل حد بقى كبير اصلا برضو عنده نفس الاعراض، ان شاء الله يكون استفاد النهارده من الحلقه. واخيرا بنأكد ان مش كل وجع صغير بيحتاج تدخل كبير، ومش كل تأجيل حكمه. الوعي هو اللي بيخلينا نختار الصح. وبنأكد تاني ان احنا معاكم في روح الحياة. نقدر لو عندكم طفل حصل له اي الاعراض دي، ممكن يجي لاطباء الانف واذن عندنا في عيادات روح الحياة، او يتوجه لاي طبيب انف واذن. ولو عجبتكم الحلقة اتمنى تشاركوها مع كل ام وكل اب عشان يستفيدوا بالمعلومات القيمة اللي اضافها لنا النهارده دكتور احمد حلمي. جزاكم الله خيرا دكتور احمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.